بتقولي كانت أغبى لحظة في حياتي لما وافقت على الزواج من شاب تافه. كان زميلي، قابلته في كورس، كنت أنا وهو بناخد كورس مع بعض واتقابلنا. وطبعا في البداية كنت بشوفه أحسن إنسان في العالم، طيب وحنين ودمه خفيف وبيساعدني في المذاكرة، وكنت حاسة إن إحنا صحاب، كنت بقضي معاه وقت لطيف جدا. وتعلقت بيه شوية بشوية، لقيت نفسي مش عارفة أعيش يوم إلا في وجوده. واتجوزنا على ورقة بتتباع ب5 جنيه ومكتوب عليها عقد جواز. من أول لحظة اتقفل عليا أنا وهو مكان، وبدأت أندم وأقول لنفسي أنا ليه عملت في نفسي كده؟ كرهته كره شديد. وبعد شهر بدأت الخلافات تظهر بينا، وعرفت بعدها انه اتجوز بنت تانية زميلة بنفس الطريقة. لما محدش كان يعرف بزواجنا غير 2 شهود، والشهود دول كانوا صحابه، فمعرفتش اجيبهم تاني، وانتهى الموقف على كده. اصبحت مش عارفة ابص في عيون اهلي، تأنيب ضمير رهيب. وبعد فترة اتقدم لي راجل محترم جدا على خلق، واهلي رحبوا بيه. والاول مرة حسيت ان هو فتى احلامي، انسان محترم ما يترفضش، عريس ما يترفضش، مركزه مرموق وإنسان كويس. واضطريت أقول حجج لأهلي. اتخرجت واشتغلت، وربنا كرمني بمركز مرموق في وظيفة كويسة، ويتردد علي الكثير من الرجال، ولكن مش قادرة أتجوز. ضيعت نفسي بسبب شاب طايش. قولي لي أعمل إيه؟ كانت في البداية قصة حب، لحظات حب، هي بدأت كده، لكن هو مش حب، هو أنا اتضحك عليا باسم الحب.